الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله. استووا اعتدلوا تراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أتموا الصف الأول فالأول. لينوا بأيدي إخوانكم. استووا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كلما غدا نجم وراح. الله أكبر كلما أشرق صبح ولاح. الله أكبر كلما ذكره الذاكرون. الله أكبر كلما سجد له الساجدون. الله أكبر كلما تعاقب الليل والنهار. أيها الناس، مضى رمضان بما أودع العباد فيه من أعمالهم، فمحسن ومسيء ومشمر ومفرط ومستكثر ومقل ومقبول ومردود. فيا لله العظيم كم من آية في رمضان تليت، وكم من جباه لله تعالى سجدت، وكم من عين من خشية الله دمعت، وكم من دعوات إليه رفعت. عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب،
وغدا حساب ولا عمل، فأعدوا لغدكم ما ترجون أن تنالوا من ربكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بإتمام شهرنا، فتلك هي النعمة والله. فاحمدوا ربكم يا عباد الله على إتمام شهركم، وقد قال لكم ربكم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فها أنتم أكملتم العدة وكبرتم الله عز وجل، وبقي علينا الشكر. فعلا ما أسرع هذه الأيام، لقد انقضت أيام رمضان وطويت صحيفته، وصدق الله إذ قال: أياما معدودات. جمع قلة، لكنه شهر كامل، 29 يوما أو 30. ذهب مثل الضيف وولى مسرعا، ولكن هنيئا لمن اجتهد وصابر وصبر، وهنيئا لكم عباد الله. وقد بلغتم أو قد بلغتم آخره وصمتم شهركم. هنيئا لكم أن جعلنا الله عز وجل وإياكم من عباده المخلصين. شهر رمضان أيها المسلمون شهر عظيم، وفي يوم العيد تعطى الجوائز. هناك من يفرح وهناك من سيحزن، حتى وإن كان الناس يلبسون الجديد من الثياب. من اجتهد في رمضان وأخلص العمل لله عز وجل سيفرح في يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر رمضان شهر مبارك يأتي بخيراته بنوره بهداه برزقه، ولا يمكن أن يكون مثله من الشهور بما فيه من الفضائل والخيرات. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: من منا ذلكم الفائز فنهنئه، ومن منا ذلكم المقصر فنعزيه، ونقول له: جبر الله كسرك. طوبى لمن اجتهد واحتسب الأجر إيمانا بما في رمضان من خيرات، ومن صام وقام فهو الفائز. أما من والعياذ بالله قصر وفرط، وكثير من الناس حرموا خيره لأنه ضيف كريم كما قلنا، مرت أيامه كالضيف، ودخله أناس من أجل أن يعدوا العدة لليوم الآخر. فاجتماعكم هذا أيها الإخوة المباركون شبيه ومثيل بموقف عرصات يوم القيامة، إلا أن هناك فرقا بسيطا واحدا، وهو أن هنالك الناس حفاة عراة. أما الآن في الدنيا كما قلنا هذه الدنيا عمل ولا حساب، أما الآخرة فحساب ولا عمل. فلا بد لكل واحد منا أن يعتبر من مقاصد هذا العيد، فهو يوم عظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ولله الحمد. هذا العيد فرصة حقيقية للفرحة الشرعية، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كيف لا؟ والمسلم الحقيقي هو الذي يفرح بكل يوم يمر عليه ولم يعص الله عز وجل فيه. وما سمي العيد عيدا إلا أنه يعود علينا بخيراته وفضائله. فالإنسان إذا لم يعص الله عز وجل في يوم من الأيام سواء في رمضان أو غيره فليعلم بأنه عيد بالنسبة له، لأن رمضان كما نقول وكما تحفظون وكما تسمعون وكما سمعتم في الأعياد التي مضت هو ليس نقطة نهاية، وإنما هي نقطة بداية للعودة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والتوبة والأوبة وإصلاح ذات البين، وأن يعود الإنسان إلى جادة الصواب، وأن يعود إلى رشده. كفانا زخرفة للكلام وتبيين للعبارات. المسلم الحقيقي هو الذي تنفعه الكلمات وتكفيه الإشارات،
أما كثرة الكلام والزخرفة فيه والاتيان بالسجع والاقتباس والطباق هذا لا يمت للإسلام بصلة. المسلم الحقيقي سواء كان ذكرا أو أنثى هو الذي يعتبر. انظروا معاشر الإخوة والأخوات، نحن أكملنا هذا الشهر وهذا من نعم الله عز وجل علينا. هناك أناس ماتوا قبل إدراكهم رمضان، وهناك أناس ماتوا وسط رمضان وكانوا يريدون ويتمنون أن يجلسوا مثل هذا المجلس، لكن داهمهم الموت كما قال الشاعر: استبقاك بعدهم أفناهم الموت واستبقاك بعدهم ما أقرب القاص من الداني. فاجتماعنا هذا إن دل على شيء فإنما يدل على شرف الإسلام وشرف الانتماء إليه. والإسلام نعمة عظيمة جليلة لا يمكن أن تعد من طرفنا نحن، لكن الذي يعرف قيمتهم أعداء الإسلام. أعداء الإسلام يعرفون ما هي قيمة الإسلام. فالمسلم الحقيقي هو الذي يستسلم لله، الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. فهذا الكلام إما أن يكون حجة لنا أو علينا، فلهذا ينبغي لكل واحد منا أن يعتبر وأن ينشط ويفرح بيوم العيد، لكن لا يجعله يوم سوء ويوم أوزار ومصائب. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ولكل قوم عيد، كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مدينة يثرب، وهي المدينة يثرب اسمها قديما. جاء كما في صحيح مسلم من حديث أنس لما جاء ووجد اليهود أعداء الله وأعداء الدين، لما جاء ووجدهم يلعبون في يومين قال عليه الصلاة والسلام: قد أبدى لكم الله يومان خيرا منهما، هو يوم الفطر ويوم عيد الأضحى. يوم الفطر له علاقة بشهر يعتبر من أرابع أركان الإسلام وهو رمضان، يتمم به الإنسان النعمة ويشكر الله عز وجل على ما عمل فيه من خير أو شر أو تقصير أو اجتهاد. وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة عظيمة وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. فهذه كلها محطات زمانية ومكانية يرسلها الله عز وجل لنا من أجل أن نعود إليه وأن نرجع إلى طريقه المستقيم. أعيادنا والحمد لله عبادة، أعيادنا تكبير وصلاة وصدقة مستحبة. فهذا اليوم فيه تعطى الجوائز كما قلنا، وقبله توجد زكاة الفطر التي تعتبر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث الذي وقع له في نهار رمضان. الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. أيها المسلمون، بالله عليكم لا تنسوا أقاربكم ولا تنسوا إخوانكم وانسوا الضغائن والأحقاد. هذه فرصة للتزاور لإعادة العلاقات، فليتخذ كل واحد منا هذا اليوم فرصة للصلة والعودة إلى رشده. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى أخيك المسلم. بمعنى أن الناس قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان يعني كان عندهم علاقات ربما دنيوية محضة، خاسمين على والو، أمور دنيوية لا تنفع ولا تضر. فهذا العيد فرصة عظيمة باش الإنسان يحط من الكبرياء ديال هذه النفس، يحط منها شوية ومشي عند خوه المسلم ولا أخته ولا الصديق ديالو ولا الأقارب. والبادئ بالسلام هو الأفضل وعنده أجر عظيم. أنت أترك تلك الخلافات، وهذا قد قلناه مرارا وقد قاله فقهاء قبلنا وسيأتي فقهاء من بعدنا سيقولون نفس الكلام. لكن أنت وأنت يا عبد الله، أنت يا أمة الله وأنت يا عبد الله، ما الذي قدمت لهذا الدين؟ أنت تعتبر ثغر من ثغور الإسلام. إنسان يصلي ولا زال يعق والديه، إنسان يصلي ولا زال متخاصما مع زوجته وأولاده، وهكذا دواليه، كل واحد على حسب بعده أو قربه. هذا العيد يعتبر فرحة، والإنسان اللي خاصه يفرح هو اللي خاصه يحط كما قلنا يمشي يتنازل ويمشي يتسامح مع أخوه المسلم. يعني هذه الدنيا غرارة، سيأتي يوم من الأيام ستغادرها ولن يبقى إلى ذلك العمل الصالح الذي قمت به في هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالعيد نعمة عظيمة، والنعم عموما تحتاج إلى شكر. النعم تحتاج إلى شكر حتى لا يسلب الإنسان هذه النعمة. فقد وقع لأحد الملوك، هذا كان ملكا
حتى أن بناته وزوجته كن يطأن الكافور والحرير، وهذه قصة مشهورة. يعني الذنوب والمعاصي تذهب بالنعم وتسلبها، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بعبادة رب الإله فإن الإله سريع النقم. ملك من الملوك تبختر وتجبر، وكن بناته وزوجته يطأن يعني الطرافش كيمشوا على الكافور، لكن تبدلت الأيام، لم يشكر النعمة ولم يخلص العمل لله عز وجل حتى سلب. وقد قيل فيه أبيات عظيمة: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا أو كافورا. بعد أن كان في نعمة ورغد وعيش وفير ومال عميم، انقلب السحر على الساحر وعادت الكرة، لأن الإنسان إن لم يشكر الله عز وجل سيأتي يوم من الأيام سيسلب النعمة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. عباد الله، هذا اليوم يوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قلنا في الخطبة التي مضت هذه الأولى. إنسان يفرح، يتزاور، يضحك، ينشط، لكن على قدر الحاجة. لا بد الإنسان ألا يجعل هذا اليوم يوم مبارزة للمعاصي. كفى من الذنوب وكفى من المعصية. الإنسان المسلم هو الذي يفرح بهذا اليوم. إنسان كان مبلي بشي أمور، شي حاجة خارجة عن النطاق تفسد عليه فرح العيد، لابد أن يتركها في هذا اليوم. يجعل هذا اليوم يوما للتزاور والصلة، سيكون فيه وحشة الأخوة والرجوع إلى الله عز وجل. بعد ذلك إن كنت مبتلا فاستتر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل اللي ابتلى الله عز وجل يذنب ولا شي معصية سر راسك ولا تجاهر بالمعصية. فأنت عندما تجهر بالمعصية فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك بعيد عن الله وأنك غير عاقل. لا يكفي أن يفرح الإنسان وتجده بعيدا عن الصلاة وعن طريق الله. ما دام كنت كتصلي في رمضان وكنت كتصوم كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. لا بد أن تثمر لك العبادة عبادة أخرى. فالإنسان لا بد أن يستغل هذه الظرفية وهذا الوقت. ثم لا بد معاشر الآباء ومعاشر الأزواج أن تتقوا الله عز وجل في بناتكم وفي نسائكم، ونفذوا فيهن وصية الله عز وجل ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، واحفظوهن بالسر والعفاف والصيانة، وأدبوهن بالآداب الشرعية. فإن المرأة، اسمعنا يا نساء، فإن المرأة متى ما تمسكت بتعاليم الإسلام سعدت في الدنيا والآخرة، وساعدت في بناء مجتمع قوي متماسك نزيه مليء بالطهر والعفاف. وإذا تخلت عن هذه التعاليم تردت في مهاوي الرذيلة، وسقطت في غياهيب الفساد، وفقدت كرامتها ومكانتها ومنزلتها الرفيعة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أمير المؤمنين، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، وكن له وليا ونصيرا، ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم حقق مسعاه، واحفظه في ولي عهده مولى الحسن، وفي سائر أسرته العلوية الشريفة، إنك نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجنبنا لما يبغضه وينهاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اهد نساءنا وزوجاتنا وبناتنا وزوجهن يا أرحم الراحمين، ورد بشبابنا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان هذا مغفرة للذنب، وأن يعتق فيه رقابنا، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. وهو فرصة أيضا لمن فرط وقصر. الله عز وجل ما دام يمد في العمر تاع الشخص، وهذه مناسبة لابد أن نذكرها الآن. الإنسان ما دام هناك روح تسري ونفس يجري، لابد إنسان أن يستغل أنفاسه وأن يستغل ماذا؟ أوقاته. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني وتزود مني، فإني إذا مضيت لا أعود. إنسان إذا كان في قوة وفي صحة لابد أن يستغلها فيما يعود عليه بالنفع، في دراسته، في وظيفته، في عمله، وبالأحرى في جانبه الأخروي. هناك جانب تعبدي وهناك جانب أخروي، لا يستغل هذا الجانب على الجانب أو يؤثر هذا الجانب على الجانب. الناس الذين يبيعون ويشترون لابد أن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم، في بيعهم وشرائهم. لابد أن يبتعدوا عن الغش والخداع والمكر والسرقة، أمور حرمها الشرع. لابد إنسان أن يعود إلى جادة الصواب. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا، وأصلح أحياءنا واشف مرضانا واقض الدين عنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عقيما إلا رزقته الذرية الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يرزق كل عقيم الذرية الصالحة. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا، ولا تجعل الشيطان ينزغ بيننا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم وارحمنا بجميع ما يتعلق بأمور الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد زوجاتنا واجعلهن قدوة لما بعدهن، واهد بناتنا ورد بهن يا أرحم الراحمين إلى دينك ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء ومن أنفسنا يا أرحم الراحمين. موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم، واغسلهم اللهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم عواشركم بروكا، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا صالح أعمالنا، كل عام وأنتم بخير.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.